السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه المحاضرة التانية من تصميم شهادات التقدير. اول شهادة معانا وهو نوع الاي 4. اللي ما سمعش المحاضرة اللي فاتت فايتك كتير جدا جدا يا صديقي. ارجع اسمها لانها محاضرة نظري. لازم تفهم الدنيا هتمشي فيها ازاي، لازم تفهم ايه اللي انا هقدمه لك في الكورس دوت. فهو على بعض 6 دقايق، فلو انت ما سمعتهمش روح اسمعهم ويلا بينا ارجع للمحاضرة التانية. محاضرة النهاردة عبارة عن تصميم شهادة تقدير. شهادة التقدير دي عبارة عن خلفية مع وجود شخص، وهنضيف شوية تفاصيل. ممكن يكون قدامك ان التفاصيل دي معقدة شوية، ولكن التفاصيل سهلة جدا. لكن لازم نتعلم ازاي نضيف التفاصيل دي، لازم نتعلم ازاي نعمل تغذية بصرية، لازم تعرف ان ازاي الموضوع كان من كده وبقى كده. الفكرة هنا انت دلوقتي حطيت في دماغك نقطة، وهي الفكرة كلها اللي انا جبت الشخص وحطيته على خلفية سوليد. بعد كده حطيت له اضافات. لما انا عملت كده انت حللت الكلام ده ازاي؟ لما انا فرغت الخلفية وفرغت الدنيا والتفصيل دي. كلامي في بداية محاضرة النهاردة، انت ازاي تعمل تغذية بصرية عشان تطلع حاجة متناسقة ومظبوطة صح. يلا بينا اشرح لكم ازاي تعمل تغذية بصرية. اول حاجة عايزك تبص للتصميم، حط بقى على فوتوشوب زي ما انا حاطه كده اهو. بعد ما حطيته، اول حاجة هتروح تجيب هنا، تدوس هنا كنترول ار عشان تطلع اللي هو ايه، الجايز بتاعتك دي، وتقسم التصميم كده بالنص. وعايزك تحلل الجزء الشمال لوحده والجزء اليمين لوحده. يلا بينا. يلا بينا نروح على الجزء الشمال ونركز عليه ونحط ايدينا على الجزء اليمين كأننا مش شايفينه. والله الجزء الشمال انا شايف فيه 2 QR كود كده اهو. وشايف ان مكتوب هنا اسمه مكتوب في اللغة العربية، وهنا باين فيه كتابة بالعربي كده تانية. مكتوب اللغة العربية لغة مش عارف ايه، يعني تعريف اللغة العربية. وموجود كده تقريبا صورة نجيب محفوظ، وموجود صورة شجرة الدور، وفي باين في الخلفية شوية حاجات في الخلفية كده اهو. في شوية كتابة عربي في الخلفية. طب ما نيجي على الجزء اليمين، شايفين انا عملت ايه؟ قسمت الدنيا علشان اعرف احلل صح. لما قسمت الدنيا تاني جيت اروح بقى الجزء اليمين. ده مكتوب هنا شهادة تقدير ومش عارف، في زخرفة في الكتابة، في الزخرفة بتاعت الكتابة ومتلونة. ومكتوب برضو موجود الحروف العربي، وموجود زي شيب كده اهو، دائري كيرف اخد كيرف كده، وموجود زي ورقة مكتوب هنا مقدمة للطالب باللون البرتقاني. في صورة طه حسين، وهنا الكتابة العادية، وهنا اللوجو بتاعت المدرس. خلاص انا كده حللت العناصر بتاعت الجزء اليمين والجزء الشمال، وعرفت ان ازاي التكوين ده اللي انا عملته حلو. يعني انا هروح بعد ما حللت كل الكلام دوت، اروح اجيب الورقه ديت من تحليل النص بالنص ده. اروح اجيب الورقه دي من فري بيك، وهروح اجيب المخطوطه ديت بقى اشوفها من جوجل، وهروح اكتب الكتابه بالطريقه ديت موجوده فوق على اليمين، والكتابة دي موجودة فوق تحت على الشمال. واللوجو بتاع المدرس محطوط كده اهو. انا ممكن احطه فعلا كده اهو، واروح اقول اجيب الرموز الحروف اللي ورا. تمام، واحط المدرس هنا بقى محطوط على الشمال. وفي صور محطوطة كده، احاول انا ادور على الصور دي واجيبها واحط QR كود كده. ده التحليل المبدئي، والكتابة برضو هنا. تعال بقى نعمل تغذية بصرية تانية ونزود شوية في التفاصيل. ما نقسمه المرة دي لأربع تربع. هنجيب بقى الجايد دوت، سوري، هنجيب الجايد ده ونحطه في النص، ونروح على الربع الاول ونركز كده هو شويه في الربع الاول. والله ايه ده معمول هنا ريتاتش. ده كده في زي في لون انعكاس اللون اللي هو السيان دوت على وشه. ايه ده معمول زي شيب وراه، والشيب دوت اخد نفس شكله وباللون البرتقاني. لحظة واحدة، انا استغربت حاجة. الخلفية لونها سيان، وموجود اللي هو الشيب اللي ورا المدرس اللي هو رضا الفاروق لونه برتقاني. وجيت ابص دلوقتي على الصورة لقيت ان نجيب محفوظ لابس جرافطة برتقاني وبدلة لونها سيان. اذا ده احنا ماشيين بهوية بقى كده. ده معنى كده اللي احنا ملتزمين بألوان. لا دي فكرة. شفت لما انا عملت تحليل ربع وركزت اكتر انا طلعت تفاصيل اكتر ازاي؟ ما نيجي في الجزء اللي تحت. لحظة واحدة، ده باين عليه لابس تيشيرت
من نفس اللون البرتقاني. ايه ده، هي الهوية هتفضل موجودة كده اهو برتقاني ومع سيان؟ اه ده انا كده خلاص، ده انا همشي اللون البرتقاني والسيان. لا اذا انا كده ممكن لما اعمل تصميم تاني خاص بيا ممكن امشي بقى لونين، واللونين دول ينفعوا. بس انا شايف اللي هو مستخدم اللون الابيض. طب حلو، ده اذا اللون الابيض ده لون اساسي لازم امشي بيه. ايه ده كمان شجرة الدر لابسة برتقاني في اللون السيان. اه ده فعلا ماشي بهوية. طب ما نيجي نشوف الربع التاني. اه ده فعلا حقيقة، ده فيه برتقاني وشايف ان البرتقاني متدرج كده اهو بشكل كويس، والمخطوطة كده حلوة ومتزغرفة، وزي الشيب كده اهو محطوط. وباين هنا في اضاءة، في لسعة الاضاءة وهي عملت الانعكاس السيان ده اللي على وشه. لحظة واحدة، ده الورقة الدبوس اللي فيها من نفس لون الخلفية. دي فعلا هوية. وهنا الجرافطة مع لون البدلة. ومقدمة للطالب، ده في فاصلة ما بين الب والت المربوطة. طب دي معمولة ليه؟ عشان افصل ان الطالب، وهنا ت مربوطة عشان لو طالبة. شايفين يا جماعة التحليل ازاي تعمل تغذية بصرية وتستفاد من التغذية البصرية؟ مش مجرد ان انت تبص على التصميم وشكرا. لا، التغذية البصرية حوار. انا عارف ان انا طولت في حوار التغذية البصرية، ولكن لازم تعمل كده هو، لان التصميم مش هيتوقف على اللي انا بعمله بس. في تصاميم كتيرة بالهبل موجودة على بيهانس، موجودة على بنترست، موجودة على جروبات كتير. فلازم تعرف ازاي اللي انت تحلل التصميم صح علشان تستفاد منه. يلا بينا نبدأ نصمم شهادة التقدير دي. ويلا نقول بسم الله. أول حاجة هنروح على فايل وهعمل نيو، وهروح على مقاس من برنت أهو، هروح على مقاس ال A4 واخليها. طبعا انا بصممها بالعرض. الناس هتقول لي انت طباعه هتعملها CYMK. هقول لك والله انا طبعت شهادات التقدير اللي انا عملتها ما اختلفتش قوي، وممكن اديك ادله في النهايه. فانا هشتغل بيها RGB عشان انا عايز احسن الالوان، وفي CYMK هيعيقني في كذا حاجه. فهنختار RGB وانا اخليها بالعرض وندوس كرييت، وما فرقتش يعني في الطباعه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي اللي احنا اول حاجه نعملها اختيار اللون، وهو كان اللون السيان. وهو اللون السيان هنروح نعمل سوليد كولر، ونروح على اللون اللي هو السيان اللي هو ده كده، وندوس اوكي. بعد ما نروح على اللون السيان هنروح نجيب بقى صورة المدرس اهي، صورة المدرس مستر رضا الفاروق، ونحطها. تمام، حطيناه في المكان ده. طبعا انا عايز امشي ان اللون السيان هو الغالب في التصميم. تمام، جميل قوي. اذا هنا لون ازرق، انا مش عايز اللون الازرق، فانا عايز اللون السيان مع لون الاورنج. فانا هخلي دي ايه، لونها اورنج. انا عايز التصميم اخد من بعضه، يعني هنا اللون اورنج، وهنا كلمة شهادة تقدير موجودة ومحطوطة باللون الاورنج. انتوا فاهمين الفكرة؟ انا عايز التصميم اخد من بعضه. هو دوت اللي يخلي التصميم فارق عن التصميم تاني، ويخلي التصميم حلو. فهتروح تعملها ازاي؟ هتروح مثلا على هيو ان ساتوريشن، وتختار مثلا اللون الازرق ده، وتغير اللون اهو. شوف اللون بقى اللي انت عايزه. نروح على اللون السيان، طبعا كليبنج ماسك، اختار لحد ما نوصل للون الاورنج. طبعا هو هيعصلك معايا كده في كام حاجة. ماشي، ممكن دي نوسعها كده اهو بس. تمام اهو، وصلنا للون الاورنج اللي احنا عايزينه. ممكن عايز نقلل الساتوريشن شوية، يعني مثلا ايه، مثلا اللون ده. تمام، جميل قوي اهو. قبل بعد، ممكن بعد كده هنروح نعمل الفيد بتاعنا. هنعمل الفيد، نعمل نيو لاير ونعمل الفيد بتاعنا، وهيبقى من نفس لون الخلفية اهو. سوري، نختار دي ونطلعها. طبعا هو معكوس بس مش هتفرق معايا. او انا عملت الفيد اهو. ممكن ننزل دي بس تحت شوية. تمام، جميل قوي. في كده هو رموز حروف عربية عشان هو مدرس عربي، فأنا بحب أحط الرموز أو الحروف العربية دي في الخلفية. طب إزاي بقى هتجيب الحروف العربي ديت اللي أنت هتحطها في الخلفية؟ تعال أقول لك إزاي.
اول حاجه هنروح على موقع فري بيك. طبعا الناس بتقول لي يعني يا ريت تجيب العناصر بتاعتك وانت شغال عشان نعرف ازاي نبحث. فهتكتب هنا Arabic، اي Arabic letters. اوكي اوكي اهو. بس انا عايز دي، هي دي اللي تنفع معايا او دي. تمام، هروح بعد كده احملها اللي هي اي بي اس. بعد ما احملها اشغل. ماشي، بعد ما اشتغل معاك كده اهو، اول حاجه احنا مش عايزين طبعا الحرف اللي في النص دوت، فهتضغط هنا على الحرف ده ضغطه وتدوس ديليت. بس ده اللي احنا عايزينه، عايزين الحروف دي. طبعا احنا عايزين حروف بالحاجات الاورنج اللي هي البرتقال اللي هي الصفرة دي، الحروف كلها. هنضغط بس هنا، ضغط ضغطتين على الابيض دوت عشان انا مش عايز الابيض، وهنا ده برضو مش عايزه. تمام، واتبقى لي بس الحروف. هروح اسحب كده الحروف زي ما هي واجيبها هنا اهو، هتلاقيها اتحطت معاك عادي. تمام، هنحطها في ورا مستر رضا الفاروق، وهنكبرها بحيث ان هي تملى الخلفية. تمام تمام، اكيد مش هنسيبه بالمنظر دوت. هنروح بعد كده نضغط هنا ضغطتين ونخليها color overlay، ونخليها مثلا باللون، كلها باللون الابيض. دوس اوكي وتكليك يمين على دي convert to smart object. تمام، بعد كده تروح على normal تخلي دي overlay. overlay بعد كده ممكن تقلل شوية في الاوبستي وتخلي دي filter blur جيشن blur، مثلا تبقى على يعني 9. حلو. تمام، خلاص احنا مش عايزينها طبعا على الخلفية كلها، فبعمل ماسك. يعني عايزين مثلا في الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت. تمام، وابتدي اللي انا هات مثلا الفلوس، اقلل الفلوس مثلا اخليها على 25 او 26. وزي ما قلت لك احنا عايزين، ماشي، ممكن عايزينها كده اهو برضو اكس هنا، حاجة كده اهو أهمية من ورا بتدي منظر يا جماعة. تمام جميل. عايزين بعد كده نعمل شيبس كده اهو وبرضو وراه. هنروح نجيب الشيب دوت ونعمله على السيركل، هي الإليبس. تمام، وتعمل تشد كده اهو ده الشيفت وكبرته كده اهو وخليته كده اهو. تمام، هتروح بعد كده تلغي اللون الأسود ده وتخلي دي باللون يعني نفس درجة اللون اللي في الظهر بس أغمق سنة. ممكن دي نعملها على 30 نشوف كده الحجم. هي طبعا مش باينة، هنغمقها مثلا سيكا. بس اوكي اهي تمام كده اهو. ممكن دي نخليها مثلا على 90. تمام، يعني بص هنزودها بقى كده كتير من هنا بس. تمام، بعد كده ممكن تكبرها، كبرها اكتر. تمام، هنكبرها كده لحد ما تبقى كده اهو. تمام، يعني ممكن حتى برضو بعد ما كبرتها هنروح نزود بس آه ايوه خليها كده اهو، الستروك شوية، خليها كده اهو. ممكن بعد كده ناخدها دي ونقلل شوية في الاوباستي. ممكن تحركها كده اهو وتكبرها سنة وننزلها تحت. تمام تمام جميل جدا. ممكن ناخد نسخة منها. سوري، هناخد كده كنترول جي ونصغرها كده شوية. يعني هنصغرها كده شوية. تمام، طبعا عشان لما بتصغرها الستروك بيتخن فمتبانش. فهنحطها بعد كده هنا ندوس اوكي، وتيجي بقى على الستروك دوت وتقلله شوية كده اهو. اوكي، ده ستايل يا جماعة، ده ستايل، ده ستايل شغل. تمام، بعد كده المفروض هنعمل ايه؟ عايزين نعمل بس شوية ريتاتش عليه، يعني زي انعكاس اضاءة. فاول حاجة هنروح نعمل نيو لاير، نروح مثلا نخليها على اللون الساتوريتد دوت، ودي نخليها اوفرلاي. ولا اقول لك ممكن حاجة احسن نعملها ابيض ونخليها اوفرلاي. تمام، نقرب بس شوية ونضغط ضغطة، نزود شوية في الفلو على نخليه في المية، نضغط ضغطة كده اهو. تمام، وممكن نحرك دي كده اهو. طبعا دي نطلعها بحيث ان الوش ايه، عشان الجزء ده كان مضلم. ممكن حتى يعني انت ممكن
تعمل تضغط كنترول على الشخص. لو حسيت اللي هو ابيض زيادة عن اللزوم، تروح تخلي الفلوس دي مثلا على 7 كده ولا حاجة. دوس اكس، سوري، هنا بالماسك. دوس طبعا كنترول. لحظة، هنروح نمسحها احسن بالجومة. تمام. وزي ما قلت لك قلل الفلو، خليها مثلا على مثلا 4، أي حاجة رقم قليل، وامسح بس شوية. دوس كنترول دي بس. كده قبل كده بعد، زودنا بس كده، عملنا إضاءة. تاني حاجة ممكن تروح تعمل نيو لاير، وهنا نختار اللون بقى مثلا اللون ده، ونختار اللون الساتوريتد، ونخليه مثلا على، نخليه سكرين. نكبر بس كده شوية، نجيب البراش تول بتاعتنا، ونروح بعد كده نرسم الريتاتش على الاجزاء الفاتحه ديت. طبعا انا هسيب لكم كل الماتيريال دي في ديسكريبشن. ماشي، هنروح بس نعمل كنترول ونعلم على الشخص بس. تمام. ونرسم، نرسم، نرسم كده اهو، كده اهو، كده اهو. شايفين المثلث اللي انا عملته وانت بتقرب على الحواجب؟ تمام. بعد كده تضغط ضغطتين. تمام. ودي تحولها تدوس على الت، 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 وتحرك السهم ده كده اهو شويه، وده وراه. يعني مثلا كده اهو. تمام. دوس بعد كده اكس، او تدوس مثلا، او تجيب الجومة، مفيش مشكلة، وتبتدي بس تمسح. معلش عشان انا دوست كنترول زد بالغلط. تمسح بقى اللي على الودان ده. ظبطنا بقى الريتاتش بقى كده. ممكن نعمل كنترول جي، غير بقى ممكن تديله اللون، نعمله مثلا زي اللون ميكس هارد. تمام. نعمل شوية في الاوباستي. تمام. وممكن نعمل ماسك هنا، نمسح شوية منه، وبرضه هنا ماسك، نمسح شوية باللي جاي على جزء الحواجب هنا. احنا مش جايين على الماسك ولا مستخدمين براش تول اهو، كده اهو. تمام. دي برضو لحد ما تظبط الدنيا بتاعتك. وهنا تمام. بس كده اهو، كده احنا عملنا ريتاتش على الجزء اللي هو ايه، اللي من ناحية الإضاءة. تمام. يعني اهو بصوا كده قبل كده بعد. تمام، جميل قوي. ممكن تروح تعمل بقى برضو، وانت مثلا على اللاير ديت اللي معمولة ميكس هارد او هارد ميكس، وانت على اللون ده، هنعمل لاير تانية احسن. تمام. ونخليها على اللون برضو اللبني، ونخليها سكرين. تمام. وترسم على ايده كده من الجزء دوت. تمام. هنروح نضغط ضغطتين، ونجيب السهم ده كده، كده اهو، وده جنبه كده شوية. تمام. خلصت. هنروح مثلا بعد كده ندوس هنا على ماسك. تبتدي اللي انت بقى ايه، تمسح جزء اللي انت عكيته ده، بحيث ان احنا عايزين انعكاس موجود على الايد بس. تمام. وهنا بس كده كل ده هيتمسح اصلا، موجود على طرف الايد بس. مش ممكن نقلل شوية في الفلو؟ طبعا انا اسف ان البتاع الريتاتش بياخد وقت، بس كنا عايزين نعمل حاجة مظبوطة. بس كده بعد ما عملنا الريتاتش كده يعتبر ايه، خلصنا الجزء الاول. تاني حاجة هنروح نعملها، نبتدي اللي احنا نضيف الكتابات بتاعتنا، كلمة شهادة تقدير أو المخطوطة بتاعتنا اهي. حطينا ضفنا كلمة شهادة تقدير. ممكن نكبر شوية اهي، وننزلها تحت شوية. عايزين طبعا نكون اخده نفس اللون البرتقاني اللي احنا هنصمم بيه، فنروح نعمل نيو لاير. نبتدي اللي احنا، او ممكن نعمل حاجة احسن، ولا اقول لك نعمل نيو لاير، وندوس على الت، كليبنج ماسك، ونخلي دي باللون
الاورنج، ممكن يبقى اللون الاورنج اللي هو unsaturated دوت في البداية. تمام. تبتدي اللي انت تلون اجزاء، طبعا تأكد الفلوت ديت 100%، الاجزاء المتزخرفة. ماشي، بعد ما لونا الاجزاء المتزخرفة ديت، ممكن نروح نعلم على ال لحظة، ممكن نروح نجيب كده اهو الاجزاء دي تاني ونعلم معلش يعني نعلم عليها كده ونعمل سيلكشن على الاجزاء دي. ايوه كده اهو. بس أنا الجزء اللي هو من تحت ده مش مهم، اللي من الناحية اللي هناك، ولا اقول لك هتاخدها عادي. مهم. تمام. ونعلم على الجزء اللي فوق، هنعمل دوس شيفت ونعلم على الجزء اللي فوق. تمام. هتروح بعد كده تجيب تعمل نيو لاير، واللون البرتقاني ده هنغمقه مثلا سنة زي ما هو كده اهو مثلا، ولا خليه زي ما هو كده اهو، وانزل على اللون اللي هو ايه محمر شوية، وتجيب بقى البرش تول بتاعتك، او تجيب مثلا حتى الجريدينت. تمام. ممكن تسحب كده اهو، تعمل ماسك طبعا، تعمل قصدي كليمنج ماسك. تمام. شايفين؟ بديله زي تدريجة كده اهو، اهي تدريجة، شايفينها اهي. ممكن نزودها بس شوية، خلي دي كده اهي. بديله التدريجة دي تفاصيل صغيرة كده اهو، بس بتعمل شغل حلو. تمام. بعد كده نجيب بقى مخطوطة اللي هي بتاعت رضا الفاروق دي، كنت جايبها وكل الكلام ده جايبه من جوجل. تمام، يعني انا حاطه من جوجل. شهادة مخطوطات شهادة التفوق وشهادات التقدير دي بإذن الله هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. بعد ما حطيناها كده اهو، هتروح تعمل ريكتانجل كده. تمام. وطبعا نلغي الكلام ده ونخليها فيل باللون الاورنج اللي احنا لسه مستخدمينه. تمام. ونعمل حواف وتكتب استاذ. م. استاذ. ونخلي دي باللون الابيض. تمام. ممكن دي نخليها بولد. تمام. ونصغرها ونحطها في الشيب ده. تمام. ونطلعه مثلا كده اهو. خلاص تمام. هنروح نعمل نجيب الاتنين دول مع بعض ونحطهم عند رضا الفاروق، ونصغر ممكن شوية. وممكن نعمل كده، بدوس على كنترول، وبرفع الجزء اللي هو الكنترول اللي في النص ده، ونحطها مثلا كده اهو. رضا الفاروق. ممكن تلون الزخرفة برضو بتاعة رضا الفاروق، بس انا مش هلونها، يعني انا مكتفي ليها كده اهو. بصوا في تفصيلة تانية انا عاملها، وهي شغل بس كل اللايرز، هي تفصيلة الكتابة اللي بيحطوها من تحت دي. انا بقول لك ايه اللي بيحطوها، انا مش بحطها، ولكن هي بتدي شكل، فانا ممكن اخدها. تمام. الكتابة اللي هي مثلا اللغة العربية هي مثال للشرف والنزاهة، وكل الكلام اللي انت عارفينه ده تطبيق مثلا، وهنبتدي اللي احنا نحطها دي كده. تمام. جايب الكلام ده من شات جي بي تي، انت هتعرف تجيبه يعني، مش حوار. تمام. وبس كده ظبطت الدنيا. هنبتدي اللي احنا نحط الجزء اللي هو اهداء للطالب او الطالبة. تمام. دي الورقة اللي احنا هنحطها هنجيبها منين؟ بتروح على موقع فري بيك برضو، وتكتب هنا اهو بيبر. طبعا انا هسيبها لكم في الديسكريبشن. بيبر. تمام. هتلاقيها هي في انواع من الورق كتير، هي دي اللي احنا خدناها. فانا كده كده محملها هو عندي اهي. هروح اعمل بقى ايه عشان الناس اللي ما بتعرفش تستخدم الستريتور. هروح اخد اول حاجه الظل، اخد مثلا الورقه دي او دي، شوف اللي انتوا عايزينه. اخدت الورقه دي واخدتها كده اهو على الفوتوشوب. باخد الظل الاول، لان الظل ما ينفعش تاخد الظل كده اهو. الظل لو انت خدته مع الورق هتلاقي اللي هو ظهر باللون الرصاصي، مش هتعرف تعدله. اول حاجه هيظهر فعلا باللون الرصاصي، تاخده بالمنظر ده وتحطه. بعد كده تضغط هنا اهو، لحظات تضغط كده اهو كنترول اللي عليه.
تمام. وعايزك بقى ايه يا معلم، تخمق لي بتاع دي، تخليها لون اسود. تمام. وبعد كده تقلل شويه في الاوباستي. تمام. بس كده اهو. كده احنا عملنا الظل بتاعها. الظل طبعا حاجه شكلها شيك. فكان ناخد الورقه. تمام، ونحطها كده اهو. كبر بقى على مقاس الظل عشان نكون عاملين حاجه احترافيه جدا. بس يا زميلي كده اهو. الله ينور. ناخد الاتنين مثلا مع بعض ونكبر شوية. طبعا الدبوس لونه أحمر، ودوت مش ضمن الهواية اللي احنا بنستخدمها في التصميم ده. فتروح تدوس هنا على اللي هو الورقة، ودوس كنترول يو. تمام. تدي اللي انت ممكن تعملها باللون البرتقاني تليق برضو مع التصميم. عايز تعملها باللون اللي هو السيان برضو هتليق، ولكن انا ممكن اعملها باللون البرتقاني المرة دي، لونها حلو وشيك. هدوس بعد كده هعمل اكتب في الورقة دي اهداء للطالب اهو. كلمة اهداء. مش هتكتب بقى اهداء للطالب، طبعا انا مش هكتب، انا اروح اجيبها على طول عشان ننجز بس الفيديو ما يطولش معانا اكتر من كده. اروح اجيب مقدمة للطالب. تمام. وتاخدها دي كده اهو زي ما هي، وتحطها في التصميم بتاعنا. طبعا هي لونها بس مختلف شوية عن اللون اللي احنا عاملينه هنا. تمام. هنجيبها هنا مثلا، نختار اهو درجة اللون ده. طيب. نغمقها السن بس. تمام. في نقطة بس مهمة، مش عارف أنا أستاذ اللغة العربية دي، يعني أنا كنت مصغرها وعوجها لقيتها اتعدلت مرة واحدة. مش عارف اتعدلت امتى. أوكي. تمام. وندوس هنا done. دي نجيبها فوق. تمام. حلو أوي كده أهو. باقي بقى التفاصيل بتاعتنا اللي هي بتاعة وذلك الاتفاق في اللغة العربية وكلمة اللواء. طبعا اللوجو عادي موجود ومحطوط في إليبس أهو. تمام. وذلك الاتفاق مع أطيب الأمنيات والكلام ده. هناخدها برضو ونحطينا بنحطها هنا. تمام. ممكن بقى الورقة بالكتابة دي كلها نكبرها سنة. كده اهو بس. بقى ايه كده احنا عملنا شهادة تقدير، ولكن في شخص محترف عايز يضيف شوية تفاصيل في الأماكن الفارغة دي. فنبتدي اللي احنا بنحط الصور. طبعا برضو الكيو ار كود من الحاجات السهلة. ممكن تجيب بقى لوجو للفيسبوك ولوجو اليوتيوب في الجناب في أي حتة زي ما انت عايز. تمام. ازاي بقى تعمل الصور دي؟ الموضوع بسيط قوي. هتروح على فري بيك وتكتب بيبر، او تكتب مثلا اولد بيبر. اولد بيبر. اولد. عشان يجيب الورق اللي هو متشرشر اللي انا حاطه بس هتاخد مثلا ورقة من ديت، وتبتدي اللي انت تحطها عندك في الفوتوشوب. فانا رحت انا عملت ايه؟ رحت اهي اللي هي الصور دي. رحت جبت بقى الصور بتاعتي دي، جبتها من جوجل. وبدأت اللي انا احطها في الذكاء الاصطناعي، وهقول لك ازاي. تمام. بعد كده حطيتها على صورة البيبر اللي انا جايبها دي عشان يبان هي متشرشرة. تمام. وعملت بس اللي هو زي ايه حركة السهم ده كده عشان يبان لون الورقة، او يبان تفصيلة الورقة المتشرشرة بس. وعملت التلات صور دول. الناس هتسألني طب انت ازاي عملت الصورة ديت؟ كتبت برومت بسيط قوي. دخلت على شات جي بي تي. تمام. وطلبت منه انا عايز ان الشخص اهو فين. آم، بسم الله الرحمن الرحيم. عايز برومت ان الراجل يرتدي بدلة باللون السيان وجرافطة برتقانية بس. ورحت على موقع جين سبارك، انا شرحه في كذا فيديو. وبس حطيت له الكلام ده وخليته يعني على 2 على 3. وهتلاقي لينك الموقع برضو تحت في الديسكريبشن. وطلعت نجيب محفوظ وحطيت له صورة طه حسين، وطلع لي طه حسين، دخلت شجرة الدر وطلع لي شجرة الدر بس. وخليته بالالوان اللي انا عايزها. بعد كده جبت اهي الصور دي واحده واحده زي طه حسين دي. حطيته كده اهو. ده في ظهره. يعني مثلا كبرت الصوره كده اهو الشرشره بتاعتها. وحطيت اهو طه حسين ده وراه عشان املى الفراغ اللي في ورا ظهره. ميبقاش كده اهو بالمنظر ده. وجبت الصوره بتاعت نجيب محفوظ التاني ده. واجيب الصوره بتاعت طه حسين. تمام. والصورة دي معلش المرة دي هتبقى فوق الورقة بقى والكلام ده
اهو. تمام، وحطيتها المرة دي بالمنظر ده. ممكن تبقى بالمنظر ده عادي هنا، كأنه مثلا بيبص على اسم الطالب ولا حاجة. اهي محطوطة كده اهو. تمام. جبت صورة شجر الدر اهي هنا. تمام. وحطيتها المرة دي بقى دي كده، كأنها برضو بتبص الناحية دي، بس طلعها بس كده شوية وتبقى برضو وراه اهو. تمام، تفاصيل بسيطة. التفاصيل البسيطة دي بتخلي شكل التصميم جامد يا جماعة، وبتخلي يعني انت ممكن تجيب طه حسين ذات نفسه مش كصورة وتحطه. مش طه حسين بقى، نجيب محفوظ بقى، اي اسم وخلاص، الاتنين شبه بعض وبس وتحطه. هتلاقي الموضوع سهل. خلاص كده صممنا شهادة التقدير دي A4 كلاسيكية. ممكن تعمل بقى شيفت كنترول الت اي، وتروح على فلتر وتديها لمسة كده اهو جمالية بالفلتر اللي انت عايز تعمله. ممكن نروح اول حاجة على تظبيط الالوان، ونشوف ايه اللون اللي احنا نظبطه. ممكن نزود شوية هنا في الريد، زود كده شوية في السيان. تمام، بصوا كده قبل في الالوان كده بعد. تغييرة بسيطة، ممكن ندي سنة فيد اسود على اطراف الشهادة، ونزود ممكن في الشاربن ونويز ريدكشن والكالر نويز. اوكي اوكي. ممكن ندي شوية تكتشر شوية. مش عايزين جرين، بلاش جرين في شدة التقدير ها. وبس كده اهو قبل كده بعد. زودنا ايه الساتوريشن بتاعها شويه. بص بقى النقطة بقى اللي احنا هنصممها، المفروض كنا نصممها سي واي ام كي. هنروح نعمل فايل، ونعمل نيو، ونعملها اي 4 وبالعرض. تمام، وندوس كرييت حتى ار جي بي برضه. وهناخد الصورة اللي احنا عملناها دي اهي كنسخة منها، ونروح نحطها هنا اهو. تمام، حطيناه. هنروح نعمل هنا لاير على الايمج مود، ونخليها سي واي ام كي، وندوس هنا فلات. دوس اوكي. اللون اتغير او حصل اي مشكله، هي هتلاقي حاجه تاثير بسيط قوي يعني، مش اللي هو. يعني انت ممكن تعمل هنا نيو لاير ونعملها اوفرلاي، اللي هو الاضاءه بس هي هتلاقيها خفت شويه. ممكن تعمل كده وتضرب اللي هو اللون بالابيض. اه كده اهو مثلا، وتقلل شويه في الاوباستي. يعني انت ممكن ايه، انا فاهمين ممكن تعالجها، ولكن حتى ولكن انا مش عايز اعالجها كده اهو. فيها مشكله كده قبل. فين؟ كده قبل كده الار جي بي. لا دي كده الار جي بي، كده 3 ام كي. فاهمين الفكره؟ عادي يا جماعه، ما فرقتش قوي يعني. فبس دوت كان فيديو النهارده، المحاضره التانية شهاده التقدير الاي 4. وباذن الله في كذا ستايل في شهاده تقدير اي 4، ولكن نخلص الانواع بتاعتنا اي 4 والتكسير والشهاده كلوز اوبن. وباذن الله ندخل في كل الستايلات وكل طرق التصميم. اهم حاجه تلتزم بطريقه التغذيه البصريه، وانك تحلل التصميم تحليل منطقي وتحليل صح. وكان معاكم محمد قيم. متنسوش الاشتراك في القناه واللايك والتعليق الايجابي. والسلام عليكم ورحمه الله.